السلطات الجزائرية تسمح لحاجة مغربية بتلقي العلاج عقب تعرضها لوعكة صحية حادة داخل المجال الجوي الجزائري. مصادر مطلعة أكدت حصريا لدزير تيوب أن السلطات الجزائرية سمحت لطائرة تابعة للخطوط السعودية كانت متجهة إلى المغرب عبر خط جدة الدار البيضاء، كانت تقل حجاجا مغاربة بالهبوط اضطراريا في مطار الجزائر الدولي، وتعاملت بإنسانية مع الحالة الصحية الحرجة للحاجة المغربية. الحاجة المغربية تدعى رحمة الغزويني، تقطن بتطوان وتبلغ من العمر 76 سنة، حظيت بالرعاية الضرورية لتخطي أزمتها الصحية. دزير تيوب، أول قناة إلكترونية